الحمد لله يا دكتور، العملية نجحت. الحمد لله. هروح بقى عند المريض عشان اشوف بياناته، عشان لما يجي يخرج تكون اوراقه جاهزه. تمام يا دكتور. توجه آدم نحو المريض، والذي كان رجلا في 60 من عمره تقريبا، مصاب بمرض في القلب. جمع آدم بيانات المريض ثم خرج من المستشفى بعد أن وضع ملف البيانات في مكتب الملفات للمرضى. خرج نحو سيارته وكان متجها في طريقه إلى القاهرة حيث عائلته الصغيرة. اقترب من الوصول إلى وجهته بعد مرور بضع ساعات حتى جاءه اتصال، وكان المتصل هو صديقه ليث. أجاب الهاتف قائلا: ازيك يا ليث؟ عامل ايه؟ الحمد لله كويس، وانت اخبارك؟ بخير الحمد لله. هو في حاجه حصلت ولا ايه؟ ادم، انا محتاجه اقابلك ضروري في اقرب وقت ممكن. انا حاليا في القاهره وراجع بكره، تقدر تستنى المده دي؟ تمام، بس يا ريت لما ترجع اسكندريه تبلغني. تمام. يلا هسيبك تكمل طريقك، اسف على الازعاج. لا لا، مفيش ازعاج ولا حاجه. سلام. سلام. أغلق ليث المكالمة مع آدم وهو يفكر، وقاطع تفكيره دخول غيث الذي كان الحزن باديا على وجهه. ليث، انت لازم تسمعني. نظر له ليث بغضب دون أي إجابة، فقال غيث بحزن: ليث، انت كده مش بتحل المشكلة. بالله عليك اسمعني وبعد كده اعمل اللي انت عايزه. خير. انا غلطان ومعترف بغلطي، بس انا كنت خايف عليك قوي يا ليث. لو انت كنت مكاني كنت هتعمل ايه؟ ها؟ رد. مش مبرر يا غيث. اعمل فيا اللي انت عاوزه، بس الاول في حاجة مهمة عايزة اقولك عليها. قول. اسمعني كويس، الخطة هتبقى كالآتي. وصل آدم إلى منزله ورأسه لا يتوقف عن التفكير في تلك المكالمة الغريبة. قاطع شروده صوت أسد وهو ينادي عليه قائلا: بابا. ازيك يا اسد؟ عامل ايه؟ الحمد لله على سلامتك يا ادم. الله يسلمك. تعالى تعالى عشان تاكل وتريح شويه. تمام، هغير هدومي بس وجاي. تمام. انتي متأكدة ان اللي بتقوليه ده سناء؟ اكدب يعني؟ اصلا هي عيالة متربتش. خلاص يا حبيبي، انا اخدت حقك بنفسي. اللي انتي عملتيه ده انسب حل. عشان كده لازم نموتها، لانها لو صحيت هتكمل شكاوي عليك في المحاكم وممكن يسجنوك. ها، هتساعدني نلاقي حد يخلص عليها قبل ما تصحى؟ ايوه طبعا. على الجانب الآخر في المستشفى، كانت تجلس أسماء بجانب صديقتها حتى سمعت صوت أنين هادئ. توجهت نحوها بسرعة قائلة بلهفة: اروى انت سامعاني؟ استني، انا هروح انادي الدكتور حالا. وفي تلك اللحظة خرجت ووجدت أحد الممرضين. توجهت نحوه قائلة: بسرعة هات دكتور سامي وتعالوا بسرعة. الدكتور سامي في أوضة تانية يا آنسة، لو سمحتي اسمحي لي ادخل انا اشوفها، والدكتور انت ناديه. تمام حاضر. غبية قوي. ذهبت أسماء نحو الطبيب مسرعة، وما إن أخبرته حتى أرسل عمار لغرفتها ليرى حالتها لانشغاله بالكثير من المرضى الآخرين. وتوجه عمار بالفعل لهناك، ولكنه صدم مما رأى. انت مين وبتعمل ايه؟ انا اخوها. وعشان انت اخوها تفك الاجهزة؟ ما هي كانت مخنوقة منها، فكنت مخنوقة؟ هي كمامة يا متخلف انت. انا هسيبك للامن يتصرف معاك. يا ماجد تعالى. ايه يا عمار، في ايه؟ خد الباشا ده كان بيحاول يفك الاجهزة. تعالى. تصدق انا من زمان نفسي اضرب حد. لا اهدى كده. معايا على بره. وبالفعل أخذه ماجد للخارج، بينما دخلت أسماء برفقة الطبيب سامي بعد قليل من الوقت، وقص لهم عمار كل ما حدث. ايه؟ وده مين ده اصلا؟ اروى ما عندهاش اخوات. ما تقلقيش، هنعرف اكيد. طب يلا عشان نشوفها وننقلها. تمام يلا.
على الجانب الآخر كان آدم قد تناول طعامه وجلس مع أسيل. انا هسافر تاني، بس انت ملحقتش تقعد معانا. اسف والله لو مقصر، بس غصبا عني، وموضوع المرة دي مختلف. ماشي يا ادم، هرجع على طول، بس لازم محتاجني ضروري، وجالي خبر ان في دكاترة اخدوا اجازات ومحتاجين دكاترة. طب ما انت حقك تاخد اجازة. اوعدك مش هطول. خلاص ماشي. يا ترى عاوز ايه يا ليس؟ انا حاسس ان الموضوع كبير كبير قوي كمان. قاطع تفكيره صوت رنين هاتفه ليرد قائلا: الو. ايوه يا ليس. ادم انت لازم تيجي حالا، مش هينفع تستنى، الموضوع بقى موضوع حياة وموت. حياة وموت. تمام، مسافة السكة واكون عندك. تمام. أغلق آدم المكالمة وهو متعجب من تصرف ليث الغريب، وبعد ثوان قالت أسيل بقلق: ايه في ايه؟ هو ايه الحياة او موت ده؟ معرفش، انا مش فاهم حاجة. هتسافر دلوقتي؟ انا اسف يا اسيل، بس مضطر. ماشي يا ادم، توصل بالسلامة. استفاقت أروى بعد فترة لتجد نفسها في المشفى وهي لا تعي شيئا. مهلا، ما هذا؟ أين أنا؟ وماذا حدث؟ قاطع هذا التفكير صوت أسماء التي قالت بلهفة: اروى انت كويسة؟ حاسة بأي حاجة وجعاكي؟ هو حصل إيه؟ هقولك على كل حاجة، بس لما تكوني كويسة شوية. أنا كويسة أهو. حصل إيه؟ وأنا جيت هنا إزاي؟ قصت لها أسماء كل ما حدث تحت نظرات أروى المتعجبة. ليث وغيث، من هؤلاء؟ وما علاقتهم بي أنا؟ وبس كده يا ستي، شوية كده وهيجي الضابط يتكلم معاكي شوية. أنا تعبت قوي بسببها يا أسماء، وفجأة طلع من العدم 2 معرفهمش، وواحد منهم عايز يموتني والسبب أنا مش فاهماه. متشغيش بالك يا اروى، كل حاجة هتتحل ان شاء الله، بس نامي انت شوية دلوقتي. شكرا قوي يا أسماء، انتي الوحيدة اللي وقفتي جنبي. احنا اخواتي يا اروى. بعد ساعتين في أحد المطاعم الفاخرة كان يجلس آدم في انتظار شخص ما. مرت 5 دقائق حتى دخل ذلك الشخص الذي كان ينتظره، ولكنه ليس بمفرده. غيث. غيث وموضوع مهم مع بعض مش هتركب. تصدق ان دي اول مرة بقى تحصل؟ ممكن نعتبرها معجزة. طب لاحظوا حتى اني هنا. ادم انت لازم تسمعني للاخر، بس الاول احنا هنا في مكان عام، حاول تتحكم في اعصابك شوية. عشان كده اخترت المطعم، كده الموضوع كبير، واضح انك عارف انه هيعصبني. اروى ايهاب الشافعي. نظر له آدم بحدة وتركيز، ابتلع أثرها غيث ريقه، فبعد ما سيسمعه آدم سوف يقتله لا محالة. لاحظ آدم توتره، ولكنه تظاهر بعدم الاهتمام. ليكمل ليث حديثه قائلا: من شهر تقريبا اروى تعرضت لحادث سير على طريق سريع، دخلت بسبب غيبوبة، وصاحبتها بلغتنا بكل التفاصيل. اتضح ان الحادث كان مقصود. مين الزفت اللي عمل كده؟ ده هيكون اخر يوم في حياته قريب. اهدى اهدى. هو أنا إيه اللي جابني هنا؟ ما أنا كنت قاعد في بيتي مرتاح. قصدك ايه؟ لا لا ولا حاجة، ليس هيكملك. اتضح ان ايهاب الشافعي ضرب بنته بره البيت على ايد مراته سناء، متوقعة منه عادي. واللي كان مخطط للحادث ده كان سناء، واللي نفذه سكت ليه؟ مين الزفت اللي نفذه؟ اللي نفذه كان غيث. نظر آدم لغيث بحدة كادت أن توقف قلبه. ضرب الطاولة بغضب واستقام من على كرسيه، ثم خرج من المكان دون أن ينطق بحرف واحد. خبر أبيض، الله يرحمني، كنت طيب قوي. ليك نفس تهزر يا حيوان؟ قوم ورايا نلحقه. وبالفعل لحق بآدم، وكاد أن يقول ليث كلامه فقاطعه آدم بحدة: ليث مش عايز اسمع حاجة تاني بعد اذنك. ادم انت لازم تسمعني، لو عايز اختك تفضل عايشة سناء مش هتسيبها لحد ما تموتها، صدقني. ايه في ايه تاني؟ أنا ما قلتش لسناء إن ليس عارف، وهي كل ده مفكراني تبعها. وعلى كلام غيث انه خدعها انه مش مهتم ليها، وطلب منها فلوس عشان تحس انه يقدر يباني مقابل الفلوس. والخطة؟ اسمعني للآخر خالص ومش هتندم، صدقني. اتفضل.